بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم ان شاء الله راح نديرو هاد لي طارتولات بكريمه تجي خفيفه وبنينه ولي فوندوطات. ايضا الوصفه تاعهم اقتصاديه، تخرج لكم كميه كبيره ببيضة واحدة فقط، يعني بأصغر كيلة تتحصلوا على كمية ما شاء الله. رايحين توجدوهم لشهر رمضان المبارك، رايحين ينفعوكم بزاف. نديروا جمل الفيديو، نبداو مباشرة في المقادير. اول حاجه راح نبدا بالكريمه لاني نحتاجها تبرد. عندي كاس من الحليب، حجم الكاس 220 مليلتر. الحليب تاعي يكون بارد. عندي بيضه، حجم البيضه يكون شويه صغير. عندي ملعقه كبيره من السكر وملعقه كبيره من النشا او لا مايزينا. نخلط المقادير جيدا باستعمال الفوي حتى نشوف بلي هذيك البيضه تخلطت مع الحليب. نحطهم على نار قليله مع التحريك المستمر حتى نتحصل على كريمه بهذا الشكل. وهي سخونه نجي نضيف لها نصف ملعقه كبيره من لا مارغرين، ونضيف لها قطره صغيره فقط من عطر البرتقال. بما اني زينت لي طارتولات تاعي بالبرتقال، حبيت الكريمه تكون بذوق البرتقال، لذلك درت يعني قطره صغيره فقط، ونحرك جيدا حتى تولي ملساء بهذا الشكل. بعدها نجي نفرخها في بول ونعطيها جيدا بكيس بلاستيكي يكون ملامس للكريمه تاعي، باش هكذا ما تتشكليش هذيك القشره من الاعلى. نخليها تبرد في المطبخ فقط، بما انه رانا في فصل الشتاء والحال بارد، يعني ما تجيو تكملوا لي فوندوطات تاعكم تلقاوها بردت. واذا عاد شويه سخانه دخلوها للثلاجه. ضروري الكريمه تاعنا تبرد جيدا، لذلك لازمكم تبداو بها. بالنسبه لي فوندوطات عندي 225 غرام من لا مارغرين تكون طريه. عندي نصف كاس من سكر كلاصي، نصف ملعقه متوسطه من لا فاني، وربع كاس من الزيت. عندي بيضه. نحط المقادير كلها مع بعض باستعمال الخلاط الكهربائي، نخلط جيدا حتى نتحصل على خليط يكون كريمي، يعني يولي وكأنهم مارغرين وحدها بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا الفوي، لكن رايحه تدي معكم الجهد والوقت. الان نبدا نضيف في الفرينه. وبالنسبه لخميره الحلويات راح نضيف يعني على راس الملعقه فقط كميه قليله، حوالي 2 غرام، يعني الملعقه صغيره ديروا على راس المغرفه فقط. بالنسبه للفرينه ما كنتش كيلت لكم الكميه، لانه كاين فرينه تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش، يعني ضيفوا عينكم ميزانكم. بقاو ضيفوا لموا في العجينه تاعكم حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه، يعني العجينه ما تكونش طريه. لو كانت تخليوها طريه راح لي فوندوطار يجيوكم خفاف بزاف ويتكسروا معاكم كي تحطوا لهم الكريمه. جبت هنايا هذا الليمول تاوعي. هذا الليمول يعني ما يلصقوش، ما تخافوش منهم. هزيت كميه من العجينه ونسطحها ولا نطرحها على المول تاعي بهذا الشكل. ما تكون خشينه ما تكون رقيقه، لانه ما فيهاش كميه كبيره من الخميره، يعني ما هيش رايحه تتنفخ. في هذا الوقت كنت شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 180 درجه مئويه. شكلت معكم الحبة الثانية أيضا باش تشوفوا الطريقة. ركزوا على الجوانب، ما تخليوهمش رقاق بزاف، لأنه كون ترقوهم رايحة كي تجيو تنحيو الحبة تاعكم تتكسر، يعني خليوهم شوية حاكمين أرواحهم بهذا الشكل. هنا بعد ما كملت انا عندي ليمون 10 فقط. كميه العجينه اللي بقات لي خليتها في كيس بلاستيكي، وجيت درت ثقوب في العجينه تاعي، وندخل البلاطو تاعي يطيب على درجه حراره 180 درجه مئويه. نحطوه في الوسط، يعني كي تحطوه بعد حوالي 2 دقائق ولا 3، اذا شفتوا الحبات تاعكم بداو ينتفخوا في الوسط، ديروا لهم فقط ثقوب بالكيردون راحين يعاودوا يهبطوا. وبالنسبه للطياب من الاعلى ما تشعلوا لهمش حتى تشوفوهم بداو يصفاروا هكذا مع الجوانب، باش تشعلوا لهم مده قليله فقط من الاعلى، يعني لازم يديو هذا اللون الذهبي باش هكذا تتحصلوا عليهم يكونوا مقرمشين وما يتشمخوش وما يتنداوش كي نديروا لهم الكريمه. راح يتنحاو معنا بكل سهوله كما شفتوا. الان رجعت الكريمه تاعي هنا بعد ما كانت بردت، فرغتها في ريسيبيون ونجي باستعمال الخلاط الكهربائي نخلطها جيدا. هنا هذه نسميوها كريم باتيسير. كاين اللي يحب يكتفي بهذه المرحله فقط،
ولكن كاين اللي يحب يدير كريمه دبلومات كما قلت لكم. ضفت لها هنايا ملعقه كبيره من بودره شونتي يعني تكون معمره جيدا، ونميكسي حتى الخليط تاعي يولي بهذا الشكل. يعني ميكسيو مده حوالي 3 دقائق ولا باش تضمنوا انه الكريمه تاعكم تكون طلعت. هنا كما راكم تشوفوا تحصلت على 17 حبه، يعني كميه ما شاء الله غير ب 125 غرام من لا مارغرين. اذا كنتوا عائله كبيره اكيد رايحين ديروهم في مره واحده، واذا كنتوا عائله صغيره كما انا رايحين تقسموهم على مرتين ولا على 3 مرات. راح نعطيكم طريقة الاحتفاظ بهم إذا ما حبيتوش ديروا لهم الكريمة في يوم واحد. يعني راح تحطوهم في كيس بلاستيكي ولا تحطوهم في علب بلاستيكية وتخبيوهم في المجمد بهذه الطريقة. هذه العلبة الكبيرة هزت لي 8 حبات، والعلبة الصغيرة تهز 3 حبات. كما تقدروا ديروهم كمشروع لشهر رمضان المبارك إن شاء الله. يعني تخدموهم سير كوموند، تحبوا تبيعوا كمية كبيرة ولا كمية صغيرة. ثمن الحبة فرغانة تبيعوها ب2000 فرنك، واكيد تزيدوا ثمن العلبة. الان هذيك الكريمه تاعي حطيتها في ان بوش، ونجي نديرها هكذا في وسط لي فوندو طاغت تاوعي بهذا الشكل بشكل دائري. هذه الكريمه تجي بزاف خفيفه وبزاف بنينه، وراح تبقى حكمه روحها لاطول مده. يعني ماهيش رايحه تهبط، راح تبقى هكذا بنفس الشكل. اذا حبيتوا تبيعوهم هكذا معمرين يعني راح تبداو تبيعوهم من 5000 وطلع، على حساب الفواكه اللي تحطوا فوقهم. كما هكذا يعني انا حطيت فوقهم فقط شرائح من البرتقال، بما انه رانا في فصل البرتقال وثمن تاعو ماهوش غالي بزاف. تقدروا تحسبوا الحبه ب6000، لكن اذا استعملتوا كيوي وفراز وبنان رايحين تقدروا تحسبوا الحبه حتى ب8000، لانه الفواكه راهم غاليين. هنا بعد ما حطيتهم في الكيسات صراحه جو بزاف بنان. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. سلام.